حبس زندان كروتا. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة. أهلا وسهلا فيكم متابعينا ومستمعينا بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح أكون معكم أنا من وراء الميكروفون عماد خلف، وضيفي بالاستديو الدكتور رضوان محمد، اختصاصي بأمراض النساء وجراحتها. نحن وانتو رح نرحب بالدكتور رضوان. يسعد مساك دكتور. أهلا وسهلا، يسعد مساك كمان. متابعينا، موضوعنا هو موضوع مهم كتير بمس الأمراض النسائية، طبعا ضمن مجموعة الأمراض النسائية الشائعة، وهو حمل خارج الرحم أو ما يسمى بالحمل الهاجر. بنتمنى للي حدا عنده سؤال أو يحب يستفسر عن أي سؤال، 429 هو رقمنا الأرضي. عبر الواتساب أيضا فيكم تنضموا لنا 093 82 80 81 4. أيضا عبر البث المباشر سواء كنتوا برات البلد أو جوات البلد، فيكم عبر سؤال، عبر كومنت، عبر البث المباشر بويار عربي. بداية نفوت بهذا الموضوع ومدخل الموضوع الحمل خارج الرحم. يا ترى شو هو، شو الأسباب اللي يعني تخلي إنه ينشأ هذا المرض أو يحدث هاي الحالة؟ يا ترى كيف بتتشخص؟ والعديد من الأسئلة رح نسألها للدكتور رضوان. دكتور، شو بنعني بحمل خارج الرحم اصطلاحا، أو مثل ما بيقولوا بالمصطلح العلمي؟ مساء الخير، شكرا لكم المشاهدين والمستمعين. الحمل الهاجر من تعريفه تقريبا بين يعني اكتوبيك بريجنانسي، الحمل اللي يحدث يتعشش خارج جوف الرحم. تمام. جوف الرحم، بطانة الرحم، في منطقة محددة هي من فوق العنق الرحم لقرنين الرحم، هاي جوف الرحم. هي هذيك المنطقة صار داخل الرحم. خارج الرحم بقى ممكن يكون بعمق الرحم، يصير تعششوني، ممكن يصير تعشيش بالبوقين، ممكن يحدث تعشيش حتى على المبيض، وممكن يحدث تعشيش حتى على الأمعاء جوات البطن. هذا كله حمل خارج الرحم. حمل خارج الرحم من الحالات الخطرة، أغلبها حالات الجراحية هي. الحمل خارج الرحم في حالات قليلة عادة ما تشخص، يكون صار الحمل تعشش ضمن عنق الرحم. هذيك أغلب الأحيان تصير إسقاط ويروح مع المريضة، ما تحس فيها، يعني تروح للجنين. بس الخطير فيه والشائع هو الحمل خارج الرحم البوقي اللي يحدث بالبوار، يعني بالمصطلح الشعبي، أو يحدث على المبيضين أو يحدث بجوف البطن. هذا اسمه حمل خارج الرحم. تماما. دكتور، شو الفرق بينه؟ مثل هلا شرحت كتير منيح، يعني كان شرح أظن واضح. يا ترى شو الفرق بين الحملين؟ يعني الشيء اللي بيميز هالحالتين. الحمل خارج الرحم طبعا حمل غير طبيعي، حمل خطير جدا كمان، يعني حمل جراحي يعني له طبعا الزمن القديم كان قليل. بهالزمن هذا بالعصر الحديث زاد الحمل خارج الرحم. الأسباب كثيرة منها إنه استخدام موانع الحمل الميكانيكية مثل اللوالب يمنع الحمل داخل الرحم، بس ما بيمنع الحمل داخل الرحم خارج الرحم، لأنه هو يحطوا له جوات الرحم، يمنع جوات الرحم حمل. لما يصير حمل على اللولب غالبا يكون حمل خارج الرحم. هاي واحدة. الشيء الثاني الالتهابات المزمنة، يصير التهاب يصير على البوقين أو على المبيض، يصير تقيحات، يصير التصاقات، يصير وظيفة البوق مو مضبوطة، يعني ما يعني أثناء السير البيضة الملقحة من المبيض لجوات الرحم تتعثر، تتعلق بالبوق المتضيق أو البوق المستسقي، أو يكون وظيفة البوق تعبانة، فما بتكمل المسير لجوات الرحم، يصير يتعشش على البوق. في حالات تانية بيكون يعني يصير الحمل بقى يكون الصوان نفسه ملتهب أو الساقات فيه، يصير الحمل على المبيض نفسه. هذا حمل مبيضي بسموه. أو يصير البيضة الملقحة تتعشش على جدار البطن، يصير الحمل البريتواني، أو حتى على الأمعاء الدقيقة، على الجدار الأمعاء الدقيقة الخارج طبعا. هذا أنواع الحمل خارج الرحم. معظم الحالات الحمل خارج الرحم تتشخص بالأشهر 3 الأولى، يعني أنه ما يتكمل، أغلبه ما يتكمل، يعني خاصة اللي جوات البوق صغير وسماكته يعني جواته أقل من المترات يعني، فيتمزق، بس تكبر الجنين شوي يتمزق البوق، يصير نزف داخلي عند المريضة، مريضة تجي بحالة صدمة.
يعني أغلب الأطباء الوسائل الحديثة خاصة مثل الإيكوغرافي بتشخص قبل ما يصير. طبعا هذا كان سؤالي دكتور، باعتباركم ذكرتوا كثير من الأسباب اللي يعني تخلي تتشكل هالحالة هاي. يا ترى أنتم كأطباء دكتور كيف بتشخصوا هذا المرض، سواء كان عبر تحليل أو عبر إيكو أو عبر الفحص السريري؟ أحيانا بتبين معكم دكتور؟ ولا بشكل عام هو الحمد لله أطباء نسائية يعني صار عندهم خبرة بالموضوع هذا. هو المريض لما بيجي في مرضى القصة المرضية تبعهم توحي ممكن يكون هذا الحمل عنده حمل غير طبيعي، مثلا مريض عامل عمليات سابقة، صار معه زايدة مفجورة سابقا، أو متعرض لالتصاقات، أو سابق حمل خارج الرحم سابقا، أو عامل عمليات سابقة على الرحم، على البوقين، على المبيض. هذا يعني مشتبه يكون عنده حمل خارج الرحم، مشتبه طبعا مو أكيد. وكمان بيجي المريض لما بيجي مريض يصور مثلا وضع الحمل تبعه شهرين وتفاعل الحمل إيجابي وفي أعراض حمل في كل شيء، بتصور يطلع الرحم فارغ. طبعا الدور على الحمل خارج الرحم يكون حتى في تحليل حمل إيجابي، وحتى في بالتحليل دم والبول يكون في حمل، بس بالجوات الرحم رحم فارغ. صح. يعني في العوامل المؤهبة عند المريض تخليك تتوجه للإصابة، زائد الأعراض. الخطر بالحمل خارج الرحم انه احيانا الاعراض ما تظهر، المريض يجي اعراض الحمل عاديه طبيعي، غثيان وقياو، يعني اعراض الحمل عاديه ما تظهر عنده الاعراض الا ينفجر الحمل خارج الرحم. الانفجار قصدنا تمزق يعني تماما. لما يصير اعراض تمزق او شيء يصير الم شديد للمريض، ويصير الخطر فيه النزف الداخلي. مو نزف يطلع لبرات الجسم، مو نزف مهبلي. النزف الداخلي قصدنا نزف ضمن البرتوان، ضمن البطن. بيجي مريض احيانا مصدوم، بيجي حالة صدمة، يعني ضغطه نازل بحالة فقدان وعي وشاحب جدا وتعرق وتسرع قلب وفاقد وعي. بهالحالات هاي احيانا يكون تشخيص صعب. يعني بيجي مريض حالة صدمة، اذا مريض مو واعي ويعطيك شوية معلومات احيانا يكون تشخيص صعب طبعا. فمن هيك كمان كل مريض فيه اشتباه حمل وبحالة صدمة لازم الطبيب النسائي يفكر انه ممكن يكون حمل خارج رحم متمزق وصاير حالة صدمة عنده. أكيد هاي توجهه أكيد راح يكون. بهالحالة دكتور بتضطروا تستقصوا الموضوع، يعني تضطروا لأنكم تفتحوا يعني تلجأوا للعمل الجراحي الاستقصائي. يعني هو بشكل عام الكتب النسائية القديمة هلا الحمد لله الدراسات الحديثة صار وسائل تشخيص واضحة، يعني صار إيكوات متطورة، إيكوات ملونة، إيكو مهبلي، يعني صار في وسائل الشخص حتى أحيانا قبل ما يتمزق الحمل خارج. يعني بيجوا عندنا مرضى أحيانا لسه الحمل خارج الرحم شغال ودقات قلب موجودة بالبوق بيتشخص. صار هلا في حالات حديثة هيك. كان سابقا ما في هيك، كان يكتبوا كتب النسائية إنه تشخيص الحمل خارج الرحم يكفي التفكير فيه. يعني مجرد طبيب لما يكون دائما بالك موجود، إنه دائما خاف منه. صح. لو يكون بالك موجود أنت تدور عليه يا تنفيه يا تثبته. أكيد. ضل عندنا بقى موضوع العلاج يعني. نعم. موضوع العلاج أغلب الحالات يعني هو علاج جراحي أكيد قطعا، خاصة الحمل الخارج الرحم متمزق وعم ينزف جوات البطن. هذا ما في حل إلا فتح البطن واستئصال الحمل خارج الرحم. وحتى البوق المتأذي كمان يتم استئصاله، يعني البوق اللي صار فيه حمل خارج الرحم هذاك البوق صار غير صالح، صار خطر. نعم. البوق المتمزق هذا كلام لجميع الناس، يعني وكتبني سيدخل البوق المتمزق احتمال الحمل خارج الرحم تاني عليه 12 ضعف، يعني 1200% راح يصير عنده حمل خارج الرحم مرة ثانية بهذاك البوق. فعالميا البوق المتمزق بده استئصال، فرصة يعني لا شيلوا هذاك البوق. موضوع الإجابة للمستقبل بعدين نجي عليها لبعدين. أكيد دكتور. حابب أذكر المستمعين أيضا للي عم يسمعونا هلا عبر الموجة 103.5، أنتوا هلا عم تسمعوا بوير FM برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو دكتور رضوان محمد، اختصاصي بالأمراض النسائية وجراحتها. موضوعنا عم نحكي عن حمل خارج الرحم أو الحمل الهاجر. أي حدا عنده سؤال عبر الأرقام التالية فيكم تتصلوا معنا 429-101، أو عبر البث المباشر عبر كومنت فيكم تكتبوا أي رسالة رح بالوقت الأخير رح نطرحها على الدكتور. دكتور يعني شرح كتير، وصلنا لشرح الحمل. يا ترى شو هو الأسباب والعوامل الخطورة، كيفية التشخيص، كان حكى شوي عن موضوع الأعراض اللي عم تظهر على المريض. يا ترى دكتور هيك بشكل أوسع، يعني المريضة اللي عم تجيكم بحالة ألم بطني أو فقدان وعي، شو الأعراض اللي عم تظهر على المريض لحتى تشكوا بأنه هاي مريضة ربما تكون عندها حمل خارج الرحم، أو شو الأعراض اللي بتجي بشكل عام على المريض؟ هو بشكل عام ما بدنا نخوف المرضى، لأنه في معظم الحالات تيجي بنزف زائد ألم. بس النزف زائد ألم مو بس
تشخيص لحمل خارج الرحم او الحمل الهاجر، نزف خارجي. هو بيجي نزف خارجي. هو حمل ما ذكرنا الحمل الخارج الرحم احيانا يترافق مع نزف مهبلي خفيف. نعم. بس النزف الشديد فيه هو نزف جوات البطن، هذا الخطر فيه. تماما. النزف في حمل، في نزف، في ألم. بس هذا في له 3 تشخيصات، اما يكون تهديد الاسقاط او اسقاط منسي او حمل خارج الرحم. هاي التشخيص الاخطر بين هالثلاثه هو حمل خارج الرحم. فلذلك لما تيجي مريضه الطبيب طبعا يعمل استقصاءاته كامله، يعمل ايكوغرافي ملون، يعمل احيانا اذا ما بين الحمل جوات الرحم وما بين برات الرحم، هاي المعضله. احيانا تيجي مريضه عليها شويه نزف. نعم. وفي تحليل حمل ايجابي وفي الم، بس الحمل مو بين لا جوات الرحم ولا برات الرحم. هاي بقى في امر اخر هو متابعه الحمل بمعايره البيتا ACG. هذا تحليل الحمل الرقمي. نعم. بالدم، هو متوفر عندنا. متوفر الحمد لله، متوفر وشوي غالي بس يعني الله يعين العالم يعني. طبعا. هذاك يعملوا بيتا ACG متلاحق كل يوم او يومين، يبين الرقم. اذا الرقم عم يتضاعف، يعني مثلا اليوم كان هو بالالاف الرقم. نعم. مثلا اليوم كان 1000، بكره صار 2000، بعد بكره صار 4000، بعد صار 8000، هذا حمل طبيعي وتكاثر كويس يعني. نعم. إذا مثلا ضل 1000 بكرة صار 1005 1003، يعني 1000 مع رقم بسيط. نعم. هذا يشك بحمل خارج الرحم. تمام. يعني تطوره لأنه بطيء هذا. تمام. فمعايرة البيتا ACG تفيد. والأمر الآخر هو مراقبة السائل ضمن البطن. بعدين في نزف ممكن يتجمع الدم ضمن جوف البطن. هاي كمان حط المرضى بالمراقبة يومين لازم يبين يعني. بس أغلب الحالات تيجي يعني حمل خارج الرحم، يعني تيجي وصفية. تمام. تشخص يعني. دكتور، يا ترى حمل خارج الرحم أكثر شيء يعني اللي يكون عرضة لهم أو الحالات اللي عم تمر اللي عندكم أنتم أطباء النسائية، يا ترى هن مثل ما بيقولوا البكريات، ولا سواء هن اللي كان عندهم يعني حالات حمل أكثر أو اللي تعرضوا لعمليات جراحية؟ هذا متقول أطباء، هذا سؤال جيد. سؤال جيد. وبصراحة قبل كان وجود الحمل خارج الرحم عند البكريات كان أندر من نادر. نعم. بس للأسف الشديد بهالزمن عم نشوف يعني عم نشوف الحمل الأول. الحمل الأول، الحمل خارج الرحم بصراحة أمر سيء، وأمر يعني ذكرى سيء عند المريضة. طبعا. الحمل خارج الرحم هو عادة لازم يكون عوامل تبعه، إنه مريضة يعني عندها ولادات سابقة، عندها سقاطات سابقة، عندها عمليات جراحية سابقة، عندها يعني التهابات سابقة متكررة متعالجين. نعم. الزمن القديم كانت قليلة، كان معظم الحالات الحمل خارج الرحم تيجي عند المرضى اللي عندهم أولاد أكثر وحاطين لولب أو عندهم التهابات. بس بالأيام الحديثة في أنا وزملاء أطباء عم نشوف حالات الحمل خارج الرحم عند الحمل الأول، وهذا شيء سيء طبعا. والسبب ممكن أنا بعدين أحكي لك بالأسباب، ما في مشكلة. أهم الأسباب هو الالتهابات النسائية المتكررة. نعم. والالتهابات النسائية المتكررة الخفيفة، أنا والغير مراقبة ربما. أيوة. أنا أؤكد الالتهابات الخفيفة. كتير ناس يفكروا الالتهاب لازم يكون مزعج. أحيانا تيجي التهابات مفرزات، يعني مفرزات ذات رائحة كريهة أو متكررة، المريضة ما تحط لها بال كتير، أحيانا ما تعالج باعتبار ما في ألم شديد. صح. فبالطب في شيء اسمه الالتهاب تحت الحاد أو المزمن، هذا ما يعمل أعراض حادة ويعمل تأثيرات جانبية خطيرة على البوقين، يعني البوق يتضيق ويتسكر. هالالتهاب المزمن البسيط وممكن يكون علاجه 3 حبات زومايسين تعالج يعني. من هيك ننصح المرضى ولو أي التهاب خفيف يتعالجوا. وحتى لو كانت بنت يعني ما في خجل الموضوع، يعني حتى البنت لازم تعالج، لأنه ممكن يصير التهاب صاعد يعني من الأعضاء التناسلية الخارجية يطلع للمهبل للرحم للبوقين ويتأذوا البوقين. تلاقوا سابقا كانت هالالتهابات قليلة، بس بهالزمن هاي صارت في يعني نسبة أكثر للأسف. ربما هذا يعود سبب الإهمال يعني، أو ثقافة إنه أي مريض يلجأ للطبيب بأي حالة سواء كانت خفيفة أو شديدة أو متوسطة الشدة. طبعا هاي عبر برنامجنا دائما يكون برنامجنا هو هدفنا هو توعوي. أكيد أنه رح يستفيدوا، حابين أنه يستفيدوا مرضانا أو مستمعينا للي عم يسمعونا. طبعا رح نجاوب على الأسئلة اللي موجودة على البث المباشر أكيد. دكتور، يعني مشينا بشكل منيح بالموضوع، وصلنا لمرحلة العلاج. يا ترى العلاج عادة بيكون دوائي أم تلجأوا إيمت تلجأوا للعلاج الجراحي؟ لا هو بشكل عام بصراحة الكتب النسائية بصراحة ما فيها مثل ما الزائدة مثلا. نعم. مثل عملية الزائدة عم يقولوا كتب الجراحة مو عم يقول لا تعمل سين وسوف، الزائدة يساوي جراحة. الحمل الهاجر كمان هو يساوي جراحة، بس نحن الوضع الاجتماعي للمرضى مثل تيجي مرضى الحمل الأول صح وتشخص قبل ما ينفجر وضمن ضوابط علمية ومرضى تحت المراقبة بمركز علمي أو مشفى مرتب،
ما شاف يعني مع فحوصات مع تحاليل، هاي ممكن تنعطى ميتوتريكسات. هو ميتوتريكسات هو مشان يفهم المرضى هو علاج كيماوي، هو علاج قاتل للخلايا، ومن ضمنها قاتل لخلايا الجنين ومن ضمنها قاتل الجنين. نعم. هذا الدواء بيعطوه، هذا الدواء طبعا مثل دواء سرطان، هو المرضى تاخذه تحت المراقبه مع معايير الدمويه. نعم. مع الصيغه الدمويه والهاي والصفيحات والخضاب، مع اعطاء لوكوفورين المضاد تبعه حتى ما ياثر تاثيرات مديده، ويتابعوا اذا الجنين مات، جنين يعني توقف قلب الجنين والجسم ارتشف الحمل الهاجر. طبعا هو حالات قليله، انا بصراحه لهلا ما جربته، بس نعم. في ناس هيك يعني يقولوا كتب النسائيه بالمراكز يعني ربما. الامر الاخر في حاله ثانيه انه يعملوا تنظير بطن استقصائي. تنظير بطن هو طبعا عمليه جراحيه مخففه، اقل ربط يعني ندبه اقل، يعني اقل، يحطوا بالمنظار نفسه الحمل نفسه يعملوا له كوتري ويقفوش، بس هذا كمان طبعا له يعني تاذى البق، اكيد تاذى. الامر الاخر فيه انه ينفع يفتحوا البطن يعملوا ميلكينج او تحليب، مثل ما واحد يحلب تماما، يحلب الثديين يعني تماما، يحلبوا الحمل الهاجر يطلعوا من البق مع مراقبه النزف. الخليه اللي تشكل، الخليه هو عاده تكون مثل تويته صغيره يعني مثل حبه عدسه. بس هاي كلها حالات الحمل خارج الرحم المو الفجر يعني اللي ما تمزق. نعم. بس لما يتمزق اكيد بده فتح بطن، اكيد يعني لازم، ما حتى الاهل، حتى نصيحتنا للاخوه المستمعين انه الحمل الهاجر بس يتشخص لا يترددوا، يعني يعطوا مجال الطبيب يفتح البطن، وبس ينفتح البطن وينشال الحمل خارج الرحم يتوقف النزف مرضى الطب يعني. بس أكيد. طبعا حظه هيك يعني اكيد لحتى ينزال الخطر، اكيد ينزال الخطر على حياه المريض يعني. اكيد. دكتور، في بعض الاسئله اللي هن الاخت ابين هي تاخرت ربما لحتى انضمت لنا. موضوعنا هو حمل خارج الرحم. ربما إذا عنا شوية وقت أكيد دكتور بشكل مختصر رح يشرح لك يا آخر الحلقة. الأخت أم عمر عم تسأل يا ترى ليش عم يحطوا دكاترة اللولب طالما هو مثلا هو مضر للجسم؟ طبعا الجواب عند الدكتور. والله هاي أسئلة يعني مشروعة. وبشكل عام أخت أم عمر، مانع الحمل أقل خطورة من الحمل. يعني لما واحدة تمنع الحمل شيء خطر. الحمل بالعالم كله الحمل حدثية خطرة، 9 أشهر مع مرض مع خطورة حمل يومي. مانع الحمل أقل خطورة، بس مانع الحمل مثالي بالدنيا لهلا ما في. من التأثيرات الجانبية اللولب يمنع. اللولب كلولب هو مو سبب الحمل الهاجر، مشان نكون واضحين. كمان هذا كان سؤال. اللولب هو مانع حمل اسمه intrauterine device، اسمه الإنجليزي مو لولب، اسمه الإنجليزي أداة داخل الرحم، اسمه حرفيا هيك، الأداة داخل الرحم. الأداة داخل الرحم تمنع الحمل داخل الرحم. حمل خارج الرحم إذا في مؤهب ما تمنعه. بس الحبوب مثلا، الحبوب تمنع الحمل، تمنع الإباضة. الحبوب تمنع الحمل قطعا لأنه تمنع الإباضة، بس بقى تأثيرات ثانية. اللولب يمنع الحمل موضعيا، ما يأثر على الجسم، ما في هرمون، ما يعمل أمور عصبية، ما يأثر على الدم، ما يأثر على الكبد. يعني هو مانع حمل موضعي على الرحم، بس مو مانع حمل على اللولب على البوق، ولا مانع حمل على المبيض. هو فلذلك هاي تأثير جانبي تبع اللولب. تأثير جانبي تبع المانع حمل بقى تأثيرات عصبية وقلبية. يعني كل مانع حمل له أضرار وله فوائد. أكيد. في مانع حمل مثلا، حكينا مانع حمل، في مانع حمل الإبر. الإبر هاي تنعطى بتتراكم بالجسم، أحيانا تمنع الدورة 6 أشهر. المريضة تمنع الدورة 6 أشهر كمان، يعني تخربط حياتها بالكامل. أكيد. فمانع حمل مثالي ما في، كل مريض يأخذ مانع حمل اللي يوافقه. نصيحتنا للمرضى اللي عنده مشكلة جراحية سابقة، الأفضل لا تحط لولب مشان وقاية من الحمل خارج الرحم. كيف جراحية مثلا؟ جراحية حتى يعني خارج الجهاز التناسلي النسائي، مثلا عاملة زايدة سابقا، عاملة مثلا فتح بطن، حادث سابق على البطن أو الحوض، أو مرارة مثلا، أو مثلا انسقاء مع سابقا. مرارة شوية يعني، بس بشكل عام يعني. بشكل عام العمليات اللي تعمل الساقات ضمن البطن، عمليات جراحية ضمن البطن ممكن تعمل الساق، مو متوقع يعني. اللي عاملة عندها التهابات سابقة، اللي عندها هاي دول الأفضل لا يحطوا لولب، لأنه اللولب يمنع الحمل داخل الرحم، ما يمنع الحمل خارج الرحم. مش عم يلتبس معه. ناخذوا مانع حمل آخر مثل الحبوب ياخذوا، أو الإبر، أو مانع حمل طبيعي يعني طريقة العزل، أو الزوج يستخدم الكوندوم يعني. تماما. دكتور، بنهاية اللقاء شوية نصائح للمستمعات يعني اللي كانوا هلا عم يسمعونا، سواء عبر البث المباشر او عبر البث المباشر عبر صفحتنا، صفحة الإذاعة بوير. او خلينا شوي نفيد الاخت اللي كانت ذكرت انه يا ترى شو هو الحمل الخارج الرحم. ذكرنا اول حلقة، حمل خارج الرحم هو الحمل يتعشش برات بطانة الرحم، يتعشش
خارج جوف الرحم، يعني يتعشش بالعنق أو يتعشش بالبوق أو يتعشش على المبيض أو جوف البريتوان أو على جدار الأمعاء الخارجي طبعا. هذا حمل خارج الرحم ذكرناه لترجيع الحلقة. أكيد. نحن نجي على آخر الحلقة نحكي على الوقاية من حمل خارج الرحم. تماما. الوقاية هو تبدأ فترة العذرية، فترة البنت، يعني أول شيء أي التهابات نسائية تتعالج حتى تحافظ على جسم سليم، على وظائف جسم سليم، وظيفة البوق، وظيفة الرحم، وظيفة المبيضين تحافظ عليهم. أي اشتباه لعمل جراحي، مثلا واحد عنده التهاب زايدة لا تأخره حتى يصير فجأة تقوز على القيح، لأنه زايدة بجنب المبيض والبوق الأيمن أكيد يصير التصاقات. أي التهاب جوات الرحم تعالجه قبل ما يصير التهاب صعد ويعمل أزيب البوق والأيمن. والعمليات الجراحية الثانية كمان دائما تكون عمليات نظيفة، تعمل بوقت مناسب، ما تعمل بوقت عجلي وإسعافي، لأنه دائما العمليات الإسعافية فيها مشاكل اختلاطات أكثر، فيها التهابات أكثر. هاي النصائح وقائية. والنصائح الثانية كمان حتى الأخت تحط اللولب، كمان الأفضل تكشف على اللولب كل 6 شهور تعالج الالتهابات المرافقة له، وتأخذ أدوية نظامية ومنظم الدورة. أكيد. ولما يصير تخطيط الحمل، يعني دائما من أول أيام اللي يصير يعني تغيب الدورة تيجي تتأكد عن طبيب النسائي إنه حمل داخل الرحم ولا خارج الرحم، خاصة اللي عنده عوامل مؤهبة. تماما. بتشكرك كثير دكتور رضوان محمد، اختصاصي بالأمراض النسائية، على هالمعلومات القيمة، وإن شاء الله نلاقيكم بحلقات أخرى أيضا. وإن شاء الله يعطيكم العافية. شكرا كثير للمستمعين كمان لكم جميعا. بتشكر زملائي أيضا بالكنترول اللي كانوا معنا، لورينو هيلوز. مستمعينا ضلوا بخير ل3 الجاي وموضوع جديد وضيف جديد، خلوكم معنا. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة.